انا قلت يا خطيب انا مديك خازوقين كهرباء ولا طلع كده عندك خازوقين كهرباء ولا اديله خازوقين ولا ما تقولوش؟ طيب مش ده النادي الاهلي يا جماعه والله عمرنا سمعنا الكلام ده. هم ساعه الولدين دول ما راحوا بيقول لك ايه؟ هو لما كانوا عندكم طب اسالوا كهرباء لما انت كنت موجود؟ ايمن حافظ كانوا علقة موت يلا اول ما غلط تقول لا ما عندناش الكلام ده علقوه مش هزار. انما تعال بقى محمد رمضان المحترم مدير الكوره محترم التاني يعني ايه مش تاني؟ في شهر كريم. ايه كريم شهر كريم شرف. بس والله وبعدين انا عايز اسال سؤال. اتفضل. هي مش داليا دي بصوتها طالعه؟ حصل تسريب. ما جاتش تسريب انا عارف مين. تمام انا بسال سؤال. هو قدر يرد دي مش مراتي؟ لا زي ما حضرتك اكدت قبل كده. هو لا ما نفاش لم ينفع ولا يجرؤ. عارف ليه؟ لان عندي المراسلات اللي بينهم وبين بعض بالصوت وحبيبتي عشان خاطري ما تقوليش لمرتضى يعني بلاش قرف بلاش قرف. ده غصب عن اللي زعلان واللي مش عاجبه يشرب من الخراره عادي يا ابني عادي. هو مرتضى منصور لما اتحبس بسبب الخطيب كانوا فين؟ محدش يتكلم. انا بسالك. محدش يتكلم. انا اهني النادي الاهلي مش اول مره من ايام ما كنت قاعد مجلس اداره لما بياخد بطوله بهنيه بدورك الوطني. وقلت ثاني وقلت انا ما عنديش خلاف مع النادي الاهلي ولا جماهير ولا اعضاء. انا عضو جمعيه عموميه في الاهلي خلافي مع البطوله. فخلافي ده ما يمنعش ان انا لما اشوف حاجه صح. هو النادي الاهلي فريق ايه؟ مصري ولا مصري. لازم اهنيه. هو مش خد احسن نادي في افريقيا؟ مظبوط. تمام؟ اهنيه. الاهلي ياكلوا خرا. عارف الخرا؟ صحيح. يلا في لفته الناس زعلانه منك برضه ما تقولش ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. هو انا عبيط عشان اقول الكلام ده. صدقني عبيط. من اكبر القلاع الرياضيه في مصر. تعلم. عامل لي شنبه تعلم. في لفته كويسه يا معالي المستشار. اسمه ايه؟ من اكبر القلاع الرياضيه. انما انا اقول ايه؟ انا اكبر محامي في مصر يبقى انا مغرور متاسف. لكن لما اقول ايه؟ انا من اكبر المحامين في مصر لان في ناس اكبر مني. تمام؟ اصرف كل البطولات. انما الاخبار اللي احنا بنسمعها قضيه مخدرات نجوز مرأة على يعني ست محترمه على مراته كل يوم يروح قالع مراته بنت عم محمد حافظ يعني صاحبنا الحلاق كل ما يقول حلاق ايه صاحبنا حلاق وحضرتك حلاق ده ما احنا اصحابنا كلهم حلاقين وحضرتك مهندس ولا بقول حاجه تمام. اللي عامل مداخله يقول لهم امام عاشور اصله عنده كتاب. اسوأ شيء في الدنيا يا جماعه لما يجيلك الشهره والمال او النفوذ وانت مش مستعد وانت ايه؟ مش مستعد. بيحصل بقى اللي حصل محمد رمضان واللي حصل كهرباء واللي حصل لامام ويروح لرضا البحراوي ويقعد يعمل كده وكده. بلاش عرف. شكرا. ممنوع الشرط. دلوقتي نخش النادي عندنا الصدر والبياع والنعم كله والبنات ماشيه السيجاره كده. ليه؟ عشان دول مش ولاد النادي. انا عضو مجلس اداره من 92 فعارف قيمه النادي ده لغايه 92 وعضو مجلس اداره ما سالتش ولا مره الحمد بفضل ربنا. والمره الوحيده اللي ممدوح بس نجح فيها المحكمه قالت له بره طردته قالت له زورت الانتخابات بالمطار. فاللي انت بتقوله دون لا جمهور الاهلي موافق عليه ولا اعضاء الجمعيه العموميه اللي انا واحد منهم في الاهلي موافق عليه. لا طز في كل البطولات. النادي ده اتربينا وعرفنا ان في مبادئ وقيم ارساها المرحوم صالح سليم وانا ما عنديش حرج اقول انا مثلي الاعلى كابتن صالح وكابتن نور الدالي ومحمد حسن. ما عنديش. اللي بيحصل ده مش النادي الاهلي مش النادي الاهلي. حتى لو خدت 100 بطوله في الكوره واليد والسله انا عايزك تاخد بطوله في الاخلاق. حضرتك قلتها مع المشوار من سنتين. خلاص قلتها بقى انا اقعد كل شويه يا باشا. انا عندي راجل انا من ورود الفرج والحواري وكنت في الوظائف دي كلها تمام. وكيل نيابه ورئيس نيابه ورئيس نيابه الحوادث. قاعد عمال تدور على ايه؟ انت روشتني. قاعد عمال تدور على ايه انت؟ لا اله الا الله. واصغر مؤلف قانون في مصر اول ما نزل بامبينو كده صغير لهم ورقه وقلم ناوي ورقه وقلم ناوي انا عايز الف قانون وبعدين والقانون بيتالف يا جماعه. دي الف اغاني مسرحيات هنالف قوانين لا اله الا الله.
لو تابعت مع الفيديو لقيتنا فانت برنس البرانيس المستفرده مستثنسه. انزل اتاكد من دينا لايك متين، مشترك في القناه، ما الجرس في كل شيء في مكان، قول رايك في التعليقات. سلام.